السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول مرة أعرف إنه اليوتيوب كيف والطريقة زيادة المشاهدات باليوتيوب. أول مرة أعرف. تابعت القناة المشهورة الفلانية وتابعت بدون فائدة. حاولت كيف أعمل، كيف أسوي، كيف أعمل، كيف أسوي، كيف أخلي قناتي تزداد حقها المشاهدات. تمام. والله أنا أكلمكم صراحة، دورت جميع الطرق، أشوف هذا وأعمل زيه وأشوف هذا وأعمل زيه وما بش فايدة. حاولت دورت يمين يسار. والله أنا أكلمكم صراحة، مش أنا لا عندي قناة ولا أنا مشهور، بصراحة أنا ما أنا مشهور ولا حاجة. المهم دورت قلت كيف أخلي قناتي تشتهر. تمام. دخلت على قناة مشهورة حق بنت، قلت أشوف كيف لما ومو الطريقة نفس الطريقة اللي تخابروا بها الأولين. ادخل مدري وين واعمل على ذي ودور كلمات مدري ايش اللي مش موجودة وما قحد بحث عنها ولا قحد نشر عنها. اللقطة اللي مش موجودة وما حد بحث عنها، وش الفائدة منها وما حد يبحث عنها؟ ليش الكذب؟ هم يدوروا الواحد يضيع يدخل متاهات. المهم يا طويل العمر دورت كيف أعمل. فهمت؟ رجعت دخلت لقناة وشفت مكتوب أشياء كنت أحطها بالوصف. حمادي ما وش فائدة هذا كحمادي. اللهم إذا هو مقطع صغير يدخلوا ناس يعينوا ويخرجوا تشتهر. عندك فلوس تقدر تشهر قناتك، ما عندك فلوس ما بش فائدة. هذا الصدق. في مواقع، أنا شفت موقع دخلت عليه رابط أنا بحطه لكم بأسفل العبارة الوصف. موقع دخلت عليه والله حلو، زيادة متابعين التيك توك، زيادة التليجرام، السناب شات، كل التواصل الاجتماعي عنده وأرخص سعر حتى للمشاهدات حق اليوتيوب. أنا بحط لكم الرابط والله إنه صدق. دخلت وعملت مشاهدة ساعات يوتيوب ولا زيادة مشاهدة على هذه بدون ساعات ولا أي حاجة. دخلت على الرابط وحطيت لي مبلغ بسيط وعملت زيادة مشاهدة المتابعين، مشاهدة المقاطع. أدخل المقطع حقي وعمل صلى الله يزداد المشاهدين بس ببياس. هذا الصدق، وأنا بحط لكم وأنتم